مات السلطان العثماني عبد الحميد الأول حزنا وكمدا بعد قراءته لتقرير يبين سقوط أحد المدن الإسلامية العثمانية بيد الجيش الروسي، وهي أوزاي التي تقع في أوكرانيا عام 1789، والمجازر الذي قام بها الروس ضد المسلمين هناك، حيث أصيب السلطان عبد الحميد الأول بنزيف حاد في الدماء في المخ لعدم قدرته على تحمل هذا الخبر. وقد قال قبل وفاته: الله يعلم كم حزنت من تقارير حول سقوط أوزاي، إن وقوع كل هذه الأعداد من المسلمين رجالا ونساء وأطفال في أيادي الكافر قد ملأ قلبي كدرا وغما.